معالي الدكتور علي الولايتي، السكرتير العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية، سماحة السيد عمار رئيس اللجنة ومضيف هذا الاجتماع الكبير، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. من دواعي السرور أن نجتمع ويجتمع مجمع الصحوة العالمي هذه المرة في عاصمة بلاد الرافدين في بغداد السلام والوئام والمحبة والعطاء. بهذه المناسبة أشكر سماحة السيد عمار لاستضافته الكريمة لهذا الاجتماع، وأقف معه شاكراً لكم جميعاً على تلبيتكم لهذه الدعوة في العراق. أيها الإخوة الكرام، يتزامن مؤتمرنا هذا مع بداية اندحار داعش الإرهابية وسقوط خلافتها الزائفة في الموصل بعون الله وعن قريب إن شاء الله، وانتهاء جرائمها بحق الإسلام والإنسانية في العراق. ولا شك المشهد الذي نراه يومياً من تلاحم الإخوة العراقيين من الكرد والعرب، من السنة والشيعة في الدفاع عن العراق وعن مكتسبات العراق الجديد، وفي الدفاع عن الوطن، رسالة واضحة صريحة لمن كان يحلم بتفكك الوطن والشعب. وما هي إلا محاولات حقيقية للالتئام الذي أصابه وتعرض إلى بعض الخدشة. وقبل ذلك، من بداية حرب داعش، وقف الإقليم في كردستان شعباً وحكومة وقفة إنسانية محترمة جديرة بالتقدير، وهي استضافة النازحين الذين يقارب عددهم 1,800,000 ولا زالوا في كردستان محترمين مقدرين. وهذا كلا الحالتين، الوقفة ضد داعش معاً مع العراقيين جيشاً وشعباً، والوقوف مع النازحين يتطلب مراجعات في الموقف من العراقيين جميعاً، ويحتم أن تكون هناك التزامات للاستحقاقات ووقفة مع شعب كردستان وحكومته في الأزمة المالية والاجتماعية والأمنية التي يعانون منها. أيها السادة والسيدات، إننا في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً أمام منعطف تاريخي مهم أتى بعد 100 عام من سايكس بيكو، من تقسيم الأمم على دول ودويلات وإنشاء أنظمة مستبدة وانتشار أفكار وفلسفات مستوردة. فكانت ثورات الربيع بمثابة صافرة إنذار لعهد جديد ومرحلة واعدة، إلا أنها تعرضت هذه الثورات إلى ثورات مضادة ومحاولات للإجهاض من خلال فلول الأنظمة البائدة
ومن خلال تخطيطات ومخططات أسيادهم، وليس إلا دليلا قاطعا على مدى تأثير يقظة الشعوب ومشروعها النهضوي وحتمية انتصارها واستعادة أمجادها بإذن الله. ونحن الآن أمام الهزمة التكفيرية الإرهابية التي نراها في المنطقة وفي العراق بالذات. وهذا الاجتماع المبارك الذي يضم نخبة علمائية ونخبة سياسية وفكرية جدير بأن نخطط ليقظة قوية وحملة عقلانية علمائية منتظمة لإيقاف الفتن ودحر مخططات الأعداء والعمل الجاد العملي، التخطيط والتنفيذ للتغلب على هذه المؤامرة من تفكيك الأمة ومن تمزيقها ومن تفريق الصف الواحد. وهذه الفتنة التكفيرية ليست ولم تأتي إلا لصرف الأنظار وتحويل الاهتمام من العدو الأكبر الأساسي والقضية المركزية الكبرى وهي فلسطين إلى أمور جانبية تالفة وتافهة. لا بد من قيام النخبة العلمية والطبقة الفكرية والمجاميع السياسية الفاعلة بنبذ الحساسيات والتخلي عن الملابسات التاريخية القديمة وتبسيط الوقائع التلبيسية الجديدة والبدء من نقطة الانطلاق الجديدة اعتماداً على المبادئ والثوابت وحفظاً للمصالح العامة للأمة. ونحن في العراق الجديد عانينا الكثير من المآسي والنكبات وواجهنا العديد من المؤامرات والمخططات من الأعداء ومن عملائهم المحليين، ولكن بقي العراق وبقي شعبه موحداً ما داموا منتبهين إلى أخطائهم ومعالجين لمشاكلهم بروح أخوية، نابذين مسألة الطائفية وفتنها وارتداداتها. لا بد أن يقف الأخيار من كل المكونات والطوائف والأحزاب صفاً واحداً لإيقاف النزيف وتوظيف الطاقات في البناء والوئام والمصالحة الوطنية. وبالأخص نحن أمام انتهاء داعش وحكمها الفاسد ودولتها غير الإسلامية إن شاء الله إلى الأبد. لا بد من العمل لبناء مجدد للبلاد وبصياغة جديدة التزاماً بالدستور وعملاً بنصوصه حقوقاً وواجبات. وأخيراً يبقى الكرد وإقليمهم شعباً وحكومة سنداً للعراق الاتحادي الفيدرالي، وهو جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة. ما دام إخواننا في العراق يلتزمون بالدستور ويؤدون واجبهم تجاه مواطني كردستان ويعملون بالدستور والمواطنة المتساوية، فإلى عمل وسطي إصلاحي شامل لمواجهة التحديات وتوظيف الفرص والعمل لمصالحة وطنية
ونشر ثقافة التعددية وقبول الآخر وترويج التعايش السلمي وتسييد القانون ودولة المؤسسات. والله هو الموفق وهو المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.